معرفش بقى ليه لما هي حضنتني ما حسيتش بإحساس الحنية اللي هو بتاع الأب والأم ده، حسيت بإحساس تاني خالص يعني. هي مش كبيرة قوي، هي عندها 46، والحقيقة هي ست متفجرة الأنوثة يعني في كامل جمالها. أنا اسمي سامح، أنا شاب لسه عندي 23 سنة، جسمي حلو جدا ورياضي. أنا بشتغل يعني مدرب في الجيم، والحقيقة بقى إن دي الشغلانة اللي أنا حسيت إن أنا مرتاح فيها، وإن فعلا يعني أقدر إن أنا أشتغل الشغلانة دي. يعني دي الشغلانة الوحيدة اللي أنا حبيتها في حياتي. وطبعا بسبب الشغل ده، الشغل كان مسبب لي خلافات كبيرة قوي ما بيني وما بين أهلي، وما بيني وما بين أبويا بالأخص. يعني بسبب إن أبويا كان شايف إن الشغلانة دي يعني ما تأكلش عيش، وشايف إن أنا بستهبل يعني وما بشتغلش كويس، وشايف إن أنا بصرف كتير قوي على جسمي وعلى لياقتي وعلى شكلي يعني وهيئتي، وإن أنا لازم أجيب فيتامينات ومحافظة على حاجات كتير لازم أعملها يعني علشان أبقى شكلي مدرب كويس. وطبعا أي حد مثلا في الجيم عارف الكلام ده كويس، يعني عارف إن أنا باكل أكل معين ولازم طبعا أفضل على الأكل ده. وعلشان كده كنت كل يوم في مشاكل جامدة جدا ما بيني وما بين أبويا. وكل مرة كان بيقول لي انت لو ما سبتش الشغلانة بتاعت الجيم دي واشتغلت مثلا شغلانة عادلة تخليك راجل، انا هطردك بره البيت ومش هيكون ليك قعاد هنا خالص. طبعا كنت بقول لابويا ان ده الشغل الوحيد اللي انا بحبه، ودي الحاجة الوحيدة اللي انا بحبها يعني، وان انا شايف نفسي فيها، ان انا اقدر يعني اشتغل فيها. لكن اي حاجة تانية انا ما عنديش. لقيته بيقول لي انا مش هصرف عليك ومش هصرف على الاكل بتاعك، ومش ينفع تبقى انت موجود كده معانا زي قلتك ومش تساهم معانا في اي مصاريف ولا في اي حاجة في البيت. كل مرة كان ابويا بيفضل يتخانق معايا فيها وبيفضل يزعق جامد ونتخانق وصوتنا يجيب لاخر الشارع. ولكن كان كل مرة يعني خناقة تعدي وكده. لحد بقى ما في يوم من الأيام، والأيام دي كانت خناقة، واليوم ده كان خناقة كبيرة جدا، وأبويا خلاص كان جايب آخره مني وجاب آخره معايا وزعقلي زعيقة كبيرة وكرشني من البيت. أمي ساعتها فضلت تتخانق فيه وتعيط وتصوت وتقول طب هو يعني الولا هيروح فين؟ ده الولا ملوش حد غيرنا. قال لها ماليش فيه، يشوف له حتة يروح يتنيل فيها، ويا إما يشتغل شغلانة عدلة ويرجع البيت، وأنا مش هفتح له البيت ده تاني ولا هيجي فيه إلا لو اشتغل شغلانة عدلة يقدر يصرف بيها على نفسه وكمان يشارك معانا في مصاريف البيت. لكن برضو الوضع اللي انا فيه كان كما هو، وانا اصلا ما كانش يعني ما معيش شهادة كويسة ان انا اشتغل بيها. وقال الوضع ده ما ينفعش، وان انا كمان مستحيل ان انا اروح اشتغل شغلانة تانية انا مش حاببها. ففعلا انكرشت من البيت وقعدت طبعا اتكلم مع امي في التليفون. وامي كانت ساعتها بتعيط لي في التليفون لاني كانت خايفه عليا، لاني انا بصراحه عمري ما خرجت بره البيت. وبجد يعني انا ما كنتش عارف ساعتها اروح فين ولا اجي منين، لاني ماليش اصحاب خالص اقدر اروح عندهم او ابات مثلا عندهم. يعني عندي اخواتي البنات واخواتي الصبيان، بس ما ينفعش ان انا اروح يعني اقعد عندهم. وغير كده يعني احنا مش قريبين من بعض، انا اختي متجوزه وساكنه في حته بعيده، واخويا نفس الكلام. حتى قرايبنا يعني ما ينفعش ان انا اروح اقعد عندهم لان انا شاب يعني وكده، وهم بيبقى عندهم بنات، فازاي ان انا هروح اقعد معاهم وفي وسط بناتهم؟ فاعمل ايه واتصرف ازاي؟ كلمت امي وقعدت ان انا احكي لها وقلت لها يعني ما ينفعش اللي ابويا بيعمله فيا ده. انا يعني ما كانش، لو ما كانش ابويا هيستحملني طب مين هيفتح لي بيته واروح فين؟ اذا كان ابويا مش شايلني يبقى مين اللي هيشيلني؟ وبرغم ان امي يعني فعلا كانت متضايقه من ابويا ومن اللي بيعمله معايا، بس طبعا هي ما تقدرش ان هي تكسر كلمته او ما تقدرش ان هي تساعدني في اي حال من الاحوال، لان ابويا زعق لها هي كمان وقال لها هي كمان هطردك من البيت لو رجعتي الواد ده تاني. وقالت لي بص بقى يا سامح يا ابني، يعني خد بعضك كده وروح اقعد عند عمتك. عمتك يعني قاعده لوحدها وكويسه وبتحبك، وهي اصلا كانت نفسها ان هي تيجي تعيش معانا وكده، فانت روح ونسها واقعد معاها. وهي طبعا وانا كمان يعني وقفت معاها بعد موت جوزها وكده، وهي كويسة جدا معانا وكنت ببات عندها كتير. وهي بتحبك يا ابني وبتعزك وبتعتبرك زي ابنها بالظبط، لان هي ما خلفتش وجوزها توفى، يعني بعد وفاة جوزها ما اتجوزتش وكده وعايشة حياتها لوحدها. فانت هتعمل ايه؟ ما باليد حيلة يا ابني. وانا هحاول اتكلم مع ابوك تاني علشان يصالحك ويرجعك البيت تاني، بس انت يعني روح اقعد عند عمتك اليومين دول.
فعلًا سمعت كلام أمي ورُحت لعمتي وأنا ساعتها كنت في نُص الليل، وبصراحة بقى أنا كنت مكسوفة أوي ومُحرج جدًا، وكمان يعني كنت زعلانة ومتضايق من تصرفات أبويا اللي مش مناسبة خالص دي، يعني مش مناسبة لي بالنسبة لي لإن أنا شايف إن هي مشكلة ما لهاش أي مُبرر، يعني إيه المشكلة إن أنا يبقى دخلي صغير وإن أنا أصرفه على نفسي يعني أو أصرفه على حاجات تانية. المهم إن أنا رُحت فعلًا لشقة عمتي ووقفت قدّام شقة عمتي وأنا بصراحة كنت مكسوف جدًا إن أنا أخبّط عليها، حطيت إيدي على الباب وأنا مش قادرة أخبّط، يعني عمّالة أفكّر في ألف حاجة قبل ما أخبّط، في النهاية بقى خبّطت وفتحت لي عمتي الباب وكده ودخّلتني، وبعد ما خبّطت عليها اتفاجئت إن أنا يعني رايح لها في وقت متأخّر أوي، يعني أنا كنت رايح لها على الساعة 02:00 فهي فتحت لي وكمان أنا رُحت لها من غير ما أكلمها في التليفون ولا حاجة، عكس ما هي متعودة منّي، يعني أنا كنت لمّا كنت باروح لها أمي باعتة لها حاجة يعني، فكنت باتصل عليها قبل ما أروح لها، المهم إن أنا رُحت لها من غير ما حتى أرن عليها، فالمهم فتحت لي الباب عشان ما أطوّلش عليكم، وأول ما شافتني أنا عيطت ورُحت اشتكيت لها من تصرفات أبويا، قالت لي: "مالك يا سامح، مالك يا حبيبي في إيه، وإيه اللي جايبك يا ابني متأخر في نُص الليل كده؟" قُلت لها: "يا عمته أنا أبويا طردني يعني برّه البيت ورماني في الشارع، ومش راضي إن هو لا يأكّلني ولا يشرّبني ولا راضي يدخّلني البيت ولا حتى أبات فيه." قالت لي: "طيب ليه يعني يا سامح الموضوع وصل ما بينكم لكده؟" قُلت لها: "بسبب موضوع الشغل." "طَب أنا هاعمل إيه؟ ما دي الشغلانة الوحيدة اللي أنا باحبها ودي الشغلانة الوحيدة اللي أنا شايف نَفْسي فيها وباشتغل وما عنديش أي حاجة تانية أعملها في حياتي، أنا باحب الgym يعني وهو كل حياتي وأنا مش عارف أعمل إيه." قالت لي: "بس يا ابني أبوك برضه يعني خايف عليك، ما هو عنده حق، هو عايزك تبقى راجل كده وعايز إن أنت تقدر تفتح بيت، طب أنت إزاي هتتجوز وأنت يعني مش معاك فلوس واللي بييجي على قد اللي بيروح، ما ينفعش كده." قُلت لها: "بصراحة بقى يا عمته أنا موضوع الجواز ده يعني هَم تاني وأنا ما بافكّرش فيه يعني، ما أكيد طبعًا أنا نِفْسي إن أنا ألاقي بنت الحلال وأقدر فعلًا إن أنا أتجوز وأفتح بيت، أكيد يعني مش عاجبني القعدة اللي أنا فيها دي." المهم إنها قعدت تتكلم وقُلت لها: "ما باليد حيلة، أنا مش عارفة أعمل إيه وأنا بصراحة ظروفي أصلًا ما تسمحش إن أنا أتجوّز دلوقتي، ولو كان ينفع أشتغل شغل تاني كنت اشتغلت، لكن أنا ما معيش شهادة تؤهلني إن أنا أشتغل شغل تاني." قالت لي: "خلاص يا سيدي على العموم سيبك من كلام أبوك دلوقتي وقُل لي يا ابني أنت أكلت والّا لسه؟" قُلت لها: "بصراحة أنا لسه ما أكلتش." فلقيتها راحت قايمة وحضّرت لي الأكل وهي كانت زعلانة جدًا على حالي، وبعد ما كانت قعدت معايا يعني دردشت معايا وكده، ومن هنا وهنا قعدنا نتكلم كتير أوي. غصبٍ عني يعني اتكلمت معاها في كل تفاصيل حياتي وكل المشاكل اللي ما بيني وما بين أبويا، حسيت بالقهر أوي وحسيت بالظلم إن أنا أبويا يعني بييجي عليَّ وبيظلمني كتير من بعد ما طردني من البيت، وإزاي يعني ما خافش عليَّ من خروجي في الشارع، يعني أنا أعرف أبهات كتير أوي بتخاف على أولادها وبتخاف إن هُم يتلموا يعني على شباب مش كويسة، أو يتعلموا حاجات مش كويسة أو يعملوا حاجات مش كويسة، لكن أبويا يعني رماني في الشارع من غير ما يفكر أنا إيه اللي ممكن يجرى لي أو مثلًا إيه اللي ممكن يحصل لي. المهم إن أنا غصبٍ عني قعدت أشتكي لها وغصب عني ما قدرتش إن أنا أتمالك نفسي ولا حتى أمسك نفسي، دموعي راحت نازلة وفضلت قاعدة قدام عمتي عمّالة أعيط، هي صعبت عليَّ ولقيتها كده قربت عليَّ وحضنتني، ما أعرفش ليه يعني لمّا عمتي حضنتني يعني ما حسيتش بإحساس الحنية اللي هو بتاع الأبوة والأب والأم، لا، لا، ده أنا حسيت بإحساس تاني خالص، يعني عمتي هي مش ست مش كبيرة أوي، هي عندها تقريبًا كده بتاع 47 سنة، والحقيقة إن هي ست على رغم سنها ده بس هي متفجرة الأنوثة يعني في كامل جمالها وفي كامل قوتها، يعني وجسمها حلو يعني، وحسيت ساعتها بقى أحاسيس مختلفة وغريبة، ولأول مرة كانت فعلًا واحدة ست بتقرب مني، وفي اللحظة دي طبعًا نسيت إن دي عمتي المفروض إن أنا أحترمها، ونسيت إن أنا جاية هنا ليه وعشان خاطر إيه، ما فكرتش في أي حاجة غير إن أنا شاب يعني وجوايا غريزة ربنا خلقني بيها، وفي حضن واحدة ست مثلًا زي القمر، لقيت نفسي من غير ما أحس باتجاوز حدودي معاها، وهي اللي برضه اتجاوبت معايا وكانت صدمة كبيرة جدًا بالنسبة لي، لما لقيت عمتي بتحاول إن هي تتجاوب معايا في كل حاجة، وكأن كده 2 حبيبين أو زوجين أو 2 عشاق مش واحد مثلًا وعمته الكبيرة خالص، ما أعرفش إزاي بقى الموضوع اتطور ما بيننا لحد ما وصل لعلاقة كاملة، وصحيت من النوم تاني يوم بالضبط ولقيت بقى ساعتها عمتي عمالة تعيط ومنهارة، وصحيت من النوم وأنا أصلًا ما كنتش مجمّع حاجة يعني لسه باقول إيه اللي حصل امبارح ده، لقيتها عمالة تزعق لي وتهينني
وتشتم فيا وتقول لي والله يا سامح لا اقول لابوك على اللي انت عملته ده، انت ازاي تعمل معايا كده؟ انت نسيت يا ابني ان عمتك ايه اللي حصل ده، واللي احنا عملناه ده حرام، واللي حصل ده مثلا حاجه المفروض انها ما تحصلش، ده يتهزله عرش الرحمن. انا مش هسكت يعني وهفضحك وهقول للكل على اللي حصل ده يا سامح. اللي حصل ده ما يتكررش تاني. فانا كنت ساعتها ببص لها ومستغرب جدا. هو انت نسيتي يعني يا عمتي؟ انت نسيتي ان انت اللي جاوبتي معايا وقبلتي كل ده، وان انت نفسك حتى يعني مش زعقتي لي او اتضايقتي؟ طب ايه اللي خلاكي سكتي؟ طب كنت فين يعني وقتها؟ طب ليه ما ضربتنيش مثلا ولا زعقتي لي؟ بصراحة انا كنت مستغرب وقتها جدا، وقلت واضح ان هي يعني حست بندم، بس الحقيقة انا ما كانش ساعتها عندي اي احساس بالندم. كنت مستغرب ومتاخد شوية، بس انا الغريب بقى ان انا ما كنتش ندمان ولا زعلان على اللي عملته. لكن اللي حصل ان عمتي كانت هي اللي حاسة بالندم شديد قوي. قعدت تتكلم معايا بقى ان هي بقى لها فترة كبيرة قوي وجوزها ميت، ومع ذلك يعني عمرها ما دخلت في حياتها راجل، وازاي الموضوع ده يجي مني انا يعني قلت لها بالحرف الواحد، لقيتها كده بتقولي بالحرف الواحد ده لو جت من حد غريب كانت هتبقى اهون يعني ما تيجي منك انت برضو يعني. فرق ما بيني وما بينك ان انا اكبر منك وكده. قلت لها انت عايزه ايه يا عمتي بالظبط؟ قالت بص انا مش عايزه يحصل مشاكل. قلت لها خلاص مفيش اي مشاكل يا ستي، يا ستي انت اللي بعيدي عني، بس انا مش همشي من هنا. قالت لي وانا يا سيدي مش عايزاك تمشي. وما بقيتش بقى فاهم منها هي عايزه ايه، هل هي عايزه الموضوع ده ولا ندمانه ولا ايه ولا زعلانه ولا ايه بالظبط؟ ايه اللي جواها؟ بصراحه انا يعني دماغي راحت في حته تانية خالص. وعادي يعني عدى الموضوع ولا كأن حصل حاجة، وزي ما بروح ورجعت بالليل ولقيتها برضو محضرة لي الأكل، وقعدنا برضو وكلنا. ونفس اللي حصل اليوم اللي قبله، إن الموضوع بتاع أبويا ده كان عامل لي زي عقدة نفسية. انا نفسي ما كنتش فاهم حاجه وما كنتش عارف انا مالي، مجرد ما كانت هي بتقعد معايا واجي اتكلم على اي حاجه في حياتي، او نقعد مثلا ندردش مع بعض من غير ما احس كنت بلاقي نفسي كده ان انا بعيط. فهي برضو قامت حضنتني، وبرضو نفس حصل الموضوع. وواضح بقى ان عمتي هي اللي حبتني، وبقت ان هي مهتمه قوي بالموضوع ده. يعني هي لما كانت بتكبر وبتزعق وبتهزق فيا، بس لقيت ان مش انا لوحدي اللي كملت في العلاقه دي. يعني هي كانت ممكن تكرشني، كانت ممكن تطردني من البيت، بس ده ما حصلش. وكان ممكن مثلا ما تقعدش معايا ولا تتكلم معايا، بس برضو ده ما حصلش. والحقيقه ان الايام عدت ما بيننا ومرت واحنا زي ما احنا، يعني بتعمل معايا وخلاص كانها مراتي بالظبط. يعني اصبح الموضوع ده عادي. كان ساعات مثلا بتزعق لي مره ولا مرتين ثلاثه ورا بعض كده، وكل مره كانت بتتكرر تاني في اليوم اللي قبله. وبعد كده لقيتها بتقولي الحقيقه يا سامح ان انا بقيت بحبك وبقيت متعوده على وجودك معايا، انت يعني شكلك حلو وجسمك حلو وانيق كده، والحقيقه ان انا ما كنتش هلاقي حد زيك. وقلت لها طب انت ليه يعني ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي يا عمتي طالما انت صغيره يعني في السن؟ وبصراحه انت كمان حلوه قوي طالما انت محتاجه يعني الحاجه زي دي. قالت لي بصراحه ما اعرفش، انا عمري ليه ما فكرت في الجواز، وكنت يعني حتى لو كنت حاسه ان انا نفسي في الحاجه دي ما كنتش يعني بفكر فيه بجديه وكده. بس ما حصلش غير لما شفتك، يعني ما فكرتش غير لما شفتك وتعاملت معاك، وابتدت الحياه بقى ان هي تتطور والعلاقه تتطور لحد ما عدى سنه بحالها. السنه دي انا كنت عايش انا وعمتي في نفس البيت وعلى سرير واحد، وابويا وامي يعتبروا يعني مش كانوا موجودين في حياتي الا مثلا بمكالمه تليفون من امي كل كام يوم كده علشان بس تطمن عليا. لحد بقى ما جه في يوم من الايام واللي ابويا قرر ان هو يتنازل وان هو يصالحني ويكلمني، وكلم عمتي في التليفون وقال لها ازيك يا نادية، ده انا عايزة سامح يعني يجي وكفاية بقى عليه عقاب لحد كده. قالت له هو انت مش كنت بتعاقبه عشان موضوع الشغل؟ والله انت خير ما عملت، ده سامح يعني من ساعة ما جه وهو مالي عليا حياتي، وانت عارف ان انا ما بخلفش، وهو دلوقتي بقى كل حاجة في حياتي، هو بقى زي ابني بالظبط وانا عايشة وحيدة، خليه بقى يدنه قاعد معايا. ولقيت بقى ساعتها ابويا بيقول لها على غير العادة يعني، ومصمم ان انا بيقول لا انا عايز الولد يرجع البيت علشان هو وحشني. فراحت بقى ساعتها عمته مزعقه له وقالت له لا انا بقول لك ايه، يعني انت اشمعنى وحشك دلوقتي؟ طب ولما رميته في الشارع وما دورتش عليه كان هيروح فين يعني ولا هيعمل ايه؟ طب ليه ما كانش وحشك ساعة ما انتوا رميته يعني بره؟ على العموم انا مش هتنازل عنه، هو عايش معايا دلوقتي ومبسوط، ويعني بدل ما يعمل اي حاجة ولا يعمل مشاكل خليه يقعد معايا
معايا وكده. المهم بقى قالت له سامح دلوقتي بقى راجلي وسندي، وبصراحة هو مش مخليني عايزة أي حاجة وبيجيب كل طلباتي وأنا خلاص اتعودت على وجوده، وابنك خلاص بقى له سنة معايا هو عندي في البيت، عايزني أسيبه ليه بقى؟ مستحيل طبعا إن أنا أسيبه. طبعا أبويا قعد يزعق لها من هنا لهنا ويقول لها ويرضيكي ده أمه يعني نفسها تشوفه ونفسها تقعد معاه كده، تقول له لأ أنا مصممة على رأيي ومش هخليه يرجع. وكانت كمان بتتكلم معاهم بمنتهى العصبية، وكلامها طبعا كلامهم يعني مضايقها جدا. والحقيقة برضو ان انا نفسي برضو ان انا ما كنتش عايزة ارجع لاهلي. انا عشت حياتي كلها ضياعة يعني، بروح الجيم مش اكتر من كده، وقاعد واكل وشارب ونايم، وطبعا عمري يعني ما عملت علاقة مع واحدة. اديني بقى عايش مع واحدة وكمان عايش عيشة هنية وبتكفلاني بكل حاجة وبتخليني مش محتاجة اي حاجة يعني. حتى المصاريف اللي كان ابويا كان بيديها لي عمتي دي كانت بتديها لي وبتديني اكتر وكانت شايلاها عني. فطبعا انا اخترت حياة الراحة، والشيطان زين كل اللي انا فيه، وكان محسسني ان انا عايش في الجنة وان انا صعب جدا ان انا امشي منها. يعني انا اتعودت على وجودها ووجودنا في حياة بعض، مستحيل ان احنا نسيب بعض، ما بقاش يعني حد فينا قادر ان هو يستغنى عن التاني. المهم عدت السنة التانية، في السنة التالتة ولقيت عمتي يعني فجأة كده لقيتها بدأت ان هي تتغير معايا 180 درجة. ما بقتش يعني الست اللي بتحتويني وبتعملي كل حاجة وبتوفر لي كل سبل الراحة وكده، ولا انا كمان بقيت الشباب المدلل ناحيتها. يعني مش عارف ليه هي مالها اتغيرت من ناحيتي كده ليه، وبقت دايما بتتكلم معايا بطريقة كده فيها تكبر، بطريقة كده مش كويسة. وفي يوم من الأيام كده وأنا راجع البيت كالعادة زي ما أنا متعود بدخل أخد الدش بتاعي وألاقيها محضرة الأكل. ما بقتش إن هي تحضر لي الأكل زي كل مرة. وفي يوم ما حضرت لي الأكل قعدت أتكلم معاها وأقول لها يعني إحنا مالنا، هي اتغيرت معايا ليه؟ لقيتها بدأت إن هي ترفض يعني تدخل أوضة النوم معايا، ما بقتش أبدا تتجاوب معايا في أي حاجة مثلا أنا أطلبها منها. طب إيه اللي حصل وليه وإزاي مثلا إن هي فجأة كده قدرت تبعد عني؟ أنا كنت مستغرب كل ده ومش عارف له تفسير. يعني الدنيا زي ما كانت قلبت. فقلت مثلا يمكن ابويا وامي كانوا عايزيني ارجع لهم، ابويا وامي مسلطينهم عليا. ولو كانت وقتها يعني قالت لي امشي انا كنت يعني هضطر ان انا امشي، ما كنتش هجبرها على العيشه معايا ولا حاجه. بس انا كنت مستغرب جدا من تصرفاتها لانها كانت متمسكه بيا وفجاه كده ما بقتش زي الاول. ابتديت ان انا بقى اركز معاها واشوف تليفوناتها واشوفها هي بتخرج فين او بتروح فين مثلا او بتيجي منين. بس الغريبة بقى ان هي ما كانتش بتخرج ولا كانت بتطلع من البيت. لما كنت يعني براقبها وكده ما كنتش بشوفها يعني بتعمل حاجة من ورايا. بس واحدة واحدة بقى بدأت ان انا اراقب موبايلها واشوفها بتكلم مين ومع مين، خصوصا بقى لما لقيتها بتقولي ان هي مش عايزة يعني تتعامل معايا تاني في الموضوع ده وان هي عايزة تبعد، وفي نفس الوقت كانت سايباني في البيت. فدي كانت علامة استفهام كبيرة جدا، يعني ازاي هي مش عايزة تتعامل معايا تعمل معايا يعني علاقة، وفي نفس الوقت ازاي سايباني قاعد معاها في البيت؟ طب هي مثلا لو مش طايقاني ليه مش تطردني؟ الموضوع ده سبب لي علامة استفهام كبيرة جدا بالنسبة لي. طب ايه اللي جد وايه اللي حصل؟ انا كنت حاسس ان زي ما يكون في حد تاني بدأ ان هو يدخل حياتها. ما هو مش معقولة يعني كل الاحساس والاحاسيس اللي كانت ما بيننا كده وما بين بعض فجأة كده في يوم وليلة ان هي تتبدل. بل يعني احنا قاعدين مع بعض اهو سنة ونص، فليه فجأة تتبدل؟ اكيد في سبب تاني. فعلا فتحت الموضوع بتاعها يعني، فتحت في يوم من الايام يعني الموبايل بتاعها ولقيتها بتتكلم مع واحد، والكلام اللي ما بينه وما بينها وصل لكل حاجة يعني. والراجل ده ما كانش عايز يتجوزها لأنه متجوز يعني مراته وخايف إن مراته يعني تعمله مشاكل. فكان معاشم نفسه إن هو يجي يقعد عندها وطلب منها الكلام ده، طلب منها بطريقة واضحة. ولقيتها كمان بعتله رسالة بتقوله أنا خلاص همشيه من عندي وهخليه ياخد شنطة هدومه وهرميه بره. طبعا أنا قلت أكيد هي قصدها عليا بالكلام ده، وقالت له تعالى بقى أنت واقعد معايا. المهم ان انا طبعا لما قريت الكلام ده طبعا انا كنت في حالة ذهول، لان انا لقيتها ان هي موافقة على كل اللي هو عايزه منها. ولما شفت الرسالة دي فجأة حسيت ان في نار قايدة جوايا. انا بجد حسيت ساعتها ان انا بحب عمتي، يعني بعيدا بقى عن ان الحب ده حقيقي ولا لا، صح ولا غلط، حرام ولا حلال. انا اصلا يعني كنت ما بعملش اي حاجة، ما فيش فرق ما بيني وما بينها.
في الحياة يعني، ولا كنت بدور على حرام ولا حلال. أنا كنت بتعامل بالشيطان حرفيا زي ما يكون هو اللي سايقني. فكان بالنسبة لي إن أنا إزاي هي تخوني يعني مع واحد تاني، وإزاي تعمل كده وتقول كده. يعني إزاي تقول عليا كده إن هي هتطردني بره. قلت يمكن هي بتضحك عليا يعني ومش هيحصل حاجة، خصوصا إن احنا قعدنا شهر تقريبا هي ما بتتعاملش معايا بس كانت مخلياني عايش معاها في نفس البيت. قلت لنفسي طب هي لو مش عايزاني أكيد يعني هتحاول إن هي تكرشني برا البيت أو تطردني أو تطفشني من البيت علشان يعني يختلها الجو مع الراجل التاني. يعني حاجة غريبة، إيه اللي هيخليها تصبر عليا كل ده؟ لكن طبعا اللي أنا حسبته ما طلعش طبعا صح. وجه في يوم كده من الأيام وفعلا كنت راجع من الشغل، وراجع من الشغل تعبان كده، بخبط على الباب زي عادتي وفاكر إن هي بقى محضرة لي الأكل وكده. فلقيت عمتي فتحت لي الباب وهي محضرة لي شنطة هدومي وحطها كمان قدام الباب، وقالت لي بقول لك ايه بقى يا سامح، خد يلا هدومك وروح. وطبعا انا بقى كنت شايفه الرسايل دي، فلقيت نفسي بقول لها ازاي يعني يا عمتي كده، ازاي تتعاملي معايا كده، دخليني بس عشان نتكلم. قالت لي اسمعي الكلام يا سامح، روح وارجع لاهلك. قلت لها طبعا عشان خاطر اللي بينا خلينا اتكلم. المهم كلمتها كلمتين كده دخلتني فعلا عشان نتكلم. وقالت لي بص بقى يا سامح، انا خلاص يعني هتوب عن اللي حصل ما بيننا ده. انا ما اعرفش انا ازاي مثلا مشيت وراك، وازاي ان انا سلمت دماغي ليك، وازاي حصل بيني وبينك كده يعني. انت اخويا يعني وعمرك نص عمري، يعني المفروض ان انا اعتبرك زي ابني. واللي حصل ده واللي انا عملته ده مصيبة وكارثة كبيرة. وبتمنى يعني من قلبي من كل قلبي ان ربنا يسامحني ويغفر لي الذنب الكبير اللي انا عملته ده. وانا خلاص قررت ان انا هتوب وهعمل عمرة وهبدأ حياتي على طاعة ربنا، لعل وعسى يعني ربنا يتقبل مني وكده. الحقيقة أنا كنت عمالة أسمع منها الكلام كله، كل الكلام ده، وأنا يعني مش عارف ولا دماغي راضية تصدق الكلام اللي هي بتقوله. هل هي فعلا هتتوب ولا بتحاول إن هي تطردني يعني علشان يخلالها الجو مع الراجل التاني اللي في حياتها؟ أنا محتار بصراحة، واللي شككني أكتر إن أنا شفت الشات اللي ما بينه وما بينها، بس كنت محتار ومش فاهم أي حاجة. بس اللي أنا فاهمه دلوقتي إن أنا خلاص يعني حياتي اتعودت على وجود ست في حياتي. قلت لها طب يا عمتي، طب انت هتعرفي تعيشي يعني من غير راجل؟ هتعرفي يعني تعيشي من غير علاقة بعد يعني ما قعدتي معايا الفترة دي كلها؟ لقيتها بتقول لي يا ابني انا كنت متجوزة وجوزي مات من زمان وقعدت كتير قوي من غير حاجة. وبعدين يعني لو كلامك صح كده او زنقت معايا انا هفكر ان انا اتجوز، يعني انا اكيد مش هقعد المدة دي كلها لوحدي. انت فاهم يا سامح يعني المشكلة في ايه؟ المشكلة يا ابني ان انت يعني ابن اخويا، يعني ما ينفعش ان انا وانت نتجوز ابدا ونعيش مع بعض. فانا لو عايزه يعني كنت هتجوز. ويا ريت انت كمان تتوب يعني. ولقيتها بتقولي يا ريت تتوب وتستغفر ربنا وترجع لربنا وترجع لاهلك، وحاول يا ابني ترضي ابوك، وحاول ان انت تتجوز وتعيش حياتك ويبقى لك اسره وبيت. كلامها يعني خلاني بقيت محتار، لكن في النهايه يعني انا كنت ماشي وانا متضايق ومضغوط وحاسس ان في نار قايده في صدري، والموضوع يعني مش قادر ان انا انساه. بس غصب عني يعني اضطريت ان انا امشي، ومشيت وانا جوايا احساس بيقول لي امشي، يمكن مثلا هي في يوم من الايام تتصل بيك وترجع تاني. فمشيت بقى وقلت اكيد هي مش هتقدر تستغنى عني، واكيد هترجع تكلمني وتترجاني يعني. انا كنت حاسس ان انا بقى شخص لا يقاوم، وان عشرتها معايا هتخليها تتعلق بيا اكتر من اللازم، لدرجة ان انا بقى قلت ممكن لو حصل ما بينها وما بين الراجل التاني ده علاقة هي ممكن تشتاق لي وترجع لي. ومشيت من البيت يعني على اساس ده. والحاجة الوحيدة اللي خلتني ساعتها مثلا ان انا اسكت وامشي، رحت واخد شنطتي ورحت واخد رايح لابوي. طبعا اول لما خبطت على ابويا وامي هما استغربوا قوي رجوعي، وقالوا لي يا اخيرا، طب ما انت كنت قاعده عند عمتك، ايه اشمعنى يعني رجعت دلوقتي؟ طب هي يعني وافقت ان هي تسيبك بسهوله كده؟ وكانوا هما الاتنين مستغربين يعني من رجوعي ومن موقفي دلوقتي. لكن قلت لهم انا اللي اصريت ان انا امشي وكده، وسبت لها البيت لاني حبيت ان انا اخفف عليها في المصاريف. المهم بقى ابويا قال لي طيب انا مش هزعلك زي المره اللي فاتت، بس عايزاك يا ابني، اهلا بيك يا ابني في بيتك وكده، انا مش عايزه اكلمك تاني في موضوع الشغل ده. يا ابني انت ربنا يهديك ويصلح حالك، بس انا عايزاك كده تفكر في مستقبلك وفي القدام، وعايزاك تعرف اعرفك يعني ان انت مش هتعرف تعيش بالشغل بتاعك
ده، يا ريت تشتغل حاجة تانية علشان تقدر ان انت تتجوز يعني وتشوف حياتك وتستقر. انت كبرت يا ابني، وكل اللي في سنك يعني اتجوزوا وبقى ليهم بيت واللي بقى عندهم عيل واتنين، فانت ما ينفعش ان انت تفضل قاعد كده. حاول انك تشوف لك شغلانة. وانا يا سيدي يعني لقيته بيقول ان هو ليه واحد صاحبه وشاف لي معاه شغلانة وكده، ولقيته بيحاول يتكلم معايا عن الشغل وان انا لازم اشتغل. المهم ابويا كان بيتكلم معايا في موال وانا دماغي مشغولة بموال تاني خالص، ومشكلتي في الحياة اتبدلت من مشكلتي مع ابويا اللي كانت دايما بتبقى شاغلة بالي وشاغلة تفكيري ومخلياني دايما قاعد حزين من جوايا، لمشكلتي دلوقتي ان انا خلاص بقت العلاقة دي ما عادتش تنفع، واتعودت بقى ان انا كل يوم اعمل يعني معاها كده. تخيلوا ان سنتين ان انا عايش بالحال ده معاها وعايش في الهنا ده، وبالنسبة لي طبعا كل اللي انا عاوزة اعمله يعني بيحصل، وهي كانت كمان بتتجاوب معايا وكل حاجة كانت بتتعمل قدامي يعني. وقعدنا بقى يوم واتنين وتلاتة، وكان كل يوم كنت بنام بالعافية. جسمي ساعتها كان بيبقى قايد نار ومدغدغ ومتضايق، وحاجات كتير قوي كنت عمالة أفكر فيها. بصراحة ببقى حاسس إن في حاجات كتير ناقصاني، وحاسس إن أنا عاوزة يعني مبقاش بقى فارق معايا أي حاجة غير إني أكون مع عمتي. في اللحظة دي بقى أنا ما كنتش بسيب ما كانتش يعني بتروح من أحلامي ولا خيالي ولا تفكيري، والموضوع بقى قلب معايا بقى أشبه بالمرض، وبقيت عامل زي المجنون بالظبط، زي كده اللي بيكون مدمن مخدرات وبيتعافى من أعراض الانسحاب يعني، اللي أكيد انتوا فاهمين. الموضوع فعلا قلب معايا بقى أشبه بالمرض، وبقيت عامل زي المجنون بالظبط. يعني تخيلوا المدمن لما بيمنع عن نفسه إنه ياخد حاجة يعني ببقى عامل ازاي. كان وصفي بالحال بالظبط، ما كنتش قادر خلاص. بدأت بقى إن أنا أحاول إن أنا أكلمها في التليفون وأتحايل عليها يعني علشان ترد عليا، بس هي برضو ما كانتش بترد عليا، وكانت بتقفل التليفون وتقفل السكة في وشي. وكلمتها وقلت لها كل الكلام الحلو اللي في الدنيا علشان يعني ترجع لي وعلشان ألينها، لكن هي خلاص كانت زي ما أكون حاطة ما بيني وما بينها حد كبير، وكانت عاملة لي بلوك بقى من كل حاجة، من كل مواقع السوشيال ميديا عملت لي بلوك. ما كنتش عارف ولا قادر أتواصل معاها ازاي. الموضوع ده زعلني قوي وضايقني أكتر، وخلى النار اللي جوايا تقيد أكتر من الأول. وبقى كل هدفي وكل تفكيري إن أنا خلاص هي سابتني علشان يعني واحد تاني وكده، فلا أنا لازم بقى. هي دخلت دماغي مش داخل بقى دماغي، كان كل هدفي وتفكيري ان هي خلاص سابتني عشان واحد تاني، فلازم بقى ان انا انتقم. مش كان داخل دماغي حتة التوبة دي اللي هي بتقولها لي، وبقيت عايزة ان انا انتقم لنفسي وانتقم لكرامتي. يعني ازاي بعد ما هي عودتني عليها وانا اتعودت عليها وتخلي المجال ما بيني وما بينها قريب، ازاي تبعد بالطريقة دي؟ قعدت بقى افكر ليل نهار واعمل ايه واتصرف ازاي. قلت لنفسي بقى لا يا عمتي، يعني مش لا، يا اما ما تبقي يا تبقي ليا لكن مش هتبقي لغيري. وحضرت بقى نفسي في اليوم ده وجهزت نفسي علشان اضيع بقى اللي فاضل من عمري واضيع نفسي. ورحت لها بالليل وفضلت ساعتها اخبط على الباب. قعدت اخبط كتير قوي وهي بقى ما كانتش راضيه تفتح لي. المهم ان انا بقى كلمتها من بره وقلت لها يا عمتي انا عارف ان انت جوه، انا عارف ان انت سامعه صوتي ومش عايزه تفتحي لي الباب. المهم فتحت لي الباب وبصت لي كده وقالت لي انا عايزه اقول لك ان انا تبت ومش عايزه يعني اكلمك تاني. قلت لها خلاص يا عمتي انا برضو كمان تبت بس انا بس عايزاك تفتحي وكلميني، بس هو في حد في حياتك تاني علشان كده انتي طلعتيني. المهم لما هي قلت لها افتحي لي الباب، يعني ده انا جايب لك حاجه، يعني ابويا موصل لي حاجه. انا ضحكت عليها، حاولت ان انا اضحك عليها باي حاجه لان هي كانت مصممه ان هي ما تفتحليش الباب. فقلت لها ده انا جايب لك يعني حاجه من ابويا، ابويا هو اللي بعتني ليكي عشان حاجه ضروريه. المهم فتحت الباب وبصت لي وقلت لها على فكره انا تبت فعلا يا حماتي، بس انا عايزه اسالك هو في حد تاني في حياتك ولا لا؟ المهم ان هي قبل ما ترد عليا رحت انا مطلع السكينه من تحت هدومي وفضلت ان انا بقى اضرب فيها، وطلعت بقى كل النار اللي كنت حاسس بيه ساعتها طول الفتره اللي هي سابتني فيها. يعني هي خلت النار اللي كانت ما بيني وما بينها تولع فينا احنا الاتنين. هي ماتت والله اعلم بقى كانت تابت ولا لا، ولا كانت فعلا ماشيه مع حد تاني زي ما انا قريت في الرساله. وانا انتهيت بقى لاني بعد ايام بالظبط من بعد ما سبت عمي يعني غرقانه في في اللي انا عملته فيها، يعني غرقانه في دمها، طلعت اجري وروحت على بيتنا وحاولت ان انا يعني اتعامل عادي وكأن ما فيش اي حاجه وكل حاجه ماشيه تمام وعادي. المهم لما الناس حست بيها وطبعا المباحث جت والدنيا اتقلبت، الناس بقى بدأت ان هي تتكلم، وطبعا المباحث عملت التحريات بتاعتها وعرفت ان ابن اخوها اللي هو كان عايش معاها بقاله فتره وان هو لسه ماشي قريب. وبرضه في نفس الوقت للاسف الكاميرات جابتني لما كنت طالع ونازل من عندها في الفتره اللي فاتت، والكاميرات برضه جابتني وانا طالع ونازل عندها في اليوم بتاع الجريمه. وطبعا مجرد بس نيابه وصلتني ما قدرتش ان انا اسكت لان كان لسه جوايا بركان من الغضب وقتها بقى انا
ما كانش في دماغي أي حاجة، اعترفت بكل حاجة وجريت على مكان يعني الجريمة، والقصة طبعًا انتهت لحد هنا. اتحكم عليَّ طبعًا بالإعدام يعني وقتها وأنا ما كنتش في وعي يعني، لإن ده كان مصيري لا محالة، وأنا في اللحظة دي كنت خلاص يعني رضيت بنصيبي. طبعًا اتحكم عليَّ بالإعدام، بس لسه لغاية دلوقتي يعني بافكر، وقبل ما أتعدم تفتكروا يعني مين السبب في اللي أنا وصلت له ده؟ هل أنا اللي وصلت لنفسي لكده وتفكيري هو اللي وصلني لكده، والّا أبويا اللي سابني ورماني في الشارع من غير ما حتى ما يفكر فيّا ولو لحظة واحدة أنا ممكن أعمل إيه، وإيه اللي هيجرى لي يعني منه، وإيه اللي ممكن يعني الشيطان يوصلني ليه؟ يعني مستغرب إن إزاي أبويا ما فكرش ولو لحظة إن ما فكرش في ابنه يعني في ضناه إن هو يحميه، إزاي ما فكرش مثلًا في ولا حاجة، ولا فكر إيه اللي ممكن إن أنا أوصل له، ليه ما فكرش إن أنا ممكن أتعرف على ناس يكونوا أصدقاء السوء ويودوني لمواضيع مش كويسة، ولو ما كنتش يعني وصلت لحاجة شبه كده كان ممكن أوصل لحاجات تانية أسوأ من كده. الحقيقة إن أنا عندي إحساس شوية إن أنا مش مذنب لوحدي، وإن في ناس تانية يعني تستاهل معايا الإعدام ده، ومن ضمنهم أبويا لإنه هو السبب الأساسي والسبب الرئيسي في تدمير حياتي كلها. مش هانكر برضه أقول إن في جزء منه عمله كويس إن هو علمني وكده، بس هو السبب في ضياعي، وهو السبب إن أنا ضيعت مستقبلي وضيعت حياتي وضيعت شبابي بسبب غلطة الشيطان هو اللي ساقني فيها. أنا يعني عارف إن أنتم أكيد برضه هتقولوا إن أنا غلطان، أنا عارف إن أنا غلطان وعارف إن المفروض ما كنتش أعمل حاجة زي كده، بس أنا مش لوحدي اللي مذنب. أنا مش هانكر إن أنا مذنب، بس أنا حاسس إن أهلي هما 100% اللي وصلوني لكده، وأنا مش عارف أعمل إيه. أنا بس باتمنى إن ربنا يسامحني على اللي أنا عملته، وبرضه بانصح كل واحد يعني كل شاب بيتعرض لنفس المواقف دي إن هو يشتغل ويركز على مستقبله وما يضيعش عمره ولا يضيع شبابه في حاجات تافهة زي كده، ولا يسيب الشيطان إن هو يسوقه ويسوق حياته، لأن الشيطان بيزين له ان ده الجنة، وان هو لو طلع من الجنة كده هيتحرم من حاجات كتير. لا، ابعد ابعد واهتم بمستقبلك واهتم بصحتك، محدش هينفعك ولا هينفعك لما تقع، لا اهل ولا عيلة ولا اي حد هينفعك. يا ريت يا ريت كل واحد يركز على نفسه ومستقبله، ويتقي الحرام في حياته، ويمشي بالحلال ويعيش بالحلال ويشتغل وياكل بالحلال على قد ما يقدر. وكمان صاحب القصة بيتمنى من كل اللي يسمع قصته ان هو يدعي له ان ربنا يغفر له عن كل اللي عمله في حياته، فياريت كلنا ندعي له بالرحمة والمغفرة، وان ربنا يسامحه على كل الذنوب اللي عمله في حياته. وبيتمنى من كل واحد ان يقرا له الفاتحة، ولو يقرا له كمان جزء من القرآن، علشان ربنا يسامحه على الذنب الكبير اللي هو عمله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.